يا صباح الفل على كل حبايبنا الغاليين، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايوه، زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. هنعمله بطريقه سهله خالص في البيت. ممكن تقومي يعني في يوم زي النهارده كده، ممكن تقومي تعملي لي ولادك وتلمي ولادك حواليكي في اليوم الاجازه وتفطريهم وتفطروا مع بعض كده. بس قبل ما نبدا، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف احنا هنعمله ازاي. عمايله سهله خالص. احنا عندنا هنا نص كيلو دقيق، حطيت ربع معلقه صغيره ملح ومعلقه سكر. دي كل المقادير يعني. نص كيلو دقيق له نص معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر وميه حسب العجن، يعني كل دقيق بيختلف من دقيق للتاني. فزي ما انتوا شايفين معايا كده، حطيت اول كوبايه وبعدين تاني كوبايه بحط منها شويه بشويه كده عشان اشوف الدقيق هياخد ميه قد ايه، علشان يطلع معايا مظبوط. لو احتاج ميه بحط ميه. لو تلاقيتي نفسك حطيتي ميه كتير، فانت تزودي معلقتين دقيق ولا حاجه عليه عشان تظبطي الدقيق اللي انت بتعجنيه. آه، زي ما احنا شايفين كده، اهم حاجه في الفطير بتاعنا النهارده ان لازم تعجنيه، يعني تفضلي تعجني فيه كده لمده 10 دقايق. انا مرضتش اقطع المقطع ده علشان تشوفوا العجينه كانت ازاي ووصلت لفين. شايفينها هي ملزقه في ايديا ازاي؟ قعدت اعجن فيها لغايه ما هتوصل يعني للاخر كده. انتوا هتشوفوه معايا. هنفضل نفرد في العجينه زي ما احنا شايفين كده علشان نعمل لها عرق، عشان لما نيجي نفردها ما تقطعش مننا. اهم حاجه زي ما قلنا في الفطير هو العجن بتاعه. لازم تقعدي تفردي وتعجني في العجين كده. هو العامل الاساسي في الفطير هو العجن يعني. لو انت عجنتي، انا بفردها قدامكم اهو علشان اشوف اما اجي افردها هتقطع ولا لا. لو انت عجنت العجينه كويس خلاص كده، اعتبر نفسك خلصت خالص، يعني مش هتاخد منك بعد كده وقت. ما احنا هنعملها مع بعض بطريقه سهله ومش يعني مش هتخليكي تاخدي وقت في فردها. كده خلاص. لميت العجينه اهي، قمت عاملاها ايه، بدل ما احطها ترتاح كده شويه تاني وارجع اقطعها كور، لا احنا نقطعها كور ترتاح براحتها بقى شويه. طبعا هو مفيش فيه خميره ولا حاجه، بس العجينه ترتاح. لو العجينه ارتاحت معاكي هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله. طبعا انتوا شايفين العجينه مش ناشفه ومش طريه زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا حطيت شويه زيت على الصينيه اللي انا بفرد عليها دي، وهقطع العجين كله كده كور. زي ما انتوا شايفين عملته نص كيلو. عملته كام كوره؟ عملته 6 كور. بحطه في الزيت كده وبدهنه في الزيت وبعدين احطه على الصينيه. خلاص كده انا كده خلصت. هسيب بقى العجين بتاعنا ده يرتاح لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. زي ما انتم شايفين بغمسه كده في قلب الزيت وهسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، ونرجع لكم بعد ما العجين بتاعنا يرتاح. وده العجين بعد ما سيبناه يرتاح 10 دقايق كده. جبنا سمنة على زبدة. سمنة على زبدة ليه؟ عشان الزبدة بتطري العجين، فالسمنة برضو معاه. فالسمنة هتديله التوريقة والزبدة هتطر لنا العجين شوية. بنحط شوية معلقتين كده على الرخامة زي ما انتم شايفين عشان يسهلوا لنا عملية الفرد. وايدينا على طول بقى في السمنة ديت على طول زي ما انتم شايفين كده. يعني انت مسافة ما بتضغط على العجينة كده هي بتتفرد معاكي. ليه؟ لان انت سبتيها اصلا بعد ما عجنتيها، سبتها ارتاحت. زي ما قلنا مفيش فيه خميرة ولا حاجة، انت سبت العجينة ارتاحت معاكي براحتها خالص. فالعجينة بتتفرد معاكي بكل سهولة. ولو اتقطعت معاكي زي ما حصل معايا كده ما تقلقيش، عادي يعني. احنا يعني دي حاجة عادية. شايفين التقطيع ديت؟ انا كده بقطعها التقطيعة ديت او الورقة الوحيدة دي توريقة. زي ما انتم شايفين كده بنحط الورقة على كده ونحط عليها من السمنة على الزبدة دي. زي ما انتم شايفين لازم ندهنها على طول من كل رقة والتانية. لازم بندهن آه سمنة على زبدة زي ما انتم شايفين معايا كده. بنحط الرقات على بعضها كده بالتوالي واحدة فوق واحدة من بعد ما بندهن اهو. ونلم العجينة بقى ونكورها تاني.
طبعا بس العجينه مهما تكوريها مش هتتكور معاكي، فاحنا بنحطها كده، بنحطها ترتاح في جنب كده في الصينيه، ونفرد واحده تانية. يعني احنا كده عملنا اول واحده، ودي تاني واحده احنا بنفردها. هي طريقتها سهله خالص، انت مسافه ما هتفرديها على الرخامه بشويه سمنه هتتفرد معاكي بكل سهوله. وزي ما قلنا مع بعض، ما تقلقيش من التقطيع اللي بتحصل فيها. انت مسافه ما بتوسعي العجينه كده في قلب السمنه بتوسع معاك على طول. دي طبعا اللي احنا عملناها الاول بنفس النظام دي، هي دي اول مره، اول واحده احنا عملناها. حطيناها في النص كده، وقمنا ايه مقفلين عليها الفطيرة التانية. يعني ده اول فطيرة احنا فردناها مع بعض وعملناها بنفس خطوات دي كده بالظبط. يبقى احنا كده كل قطعة من دي راقة، يعني قطعة من دي بتبقى راق في الفطير بتاعنا. وكده بنقفل كويس، وما بين كل رقة والتانية بندهن سمنة، وزي ما احنا شايفين، زي ما انتوا شايفين كده بنقفل العجينة كويس خالص كده اهي. وبعدين بنجيب صينية ندهنها ونحط فيها العجين. بنسيبها بقى برضو ترتاح شوية على ما نخلص بقية الكمية بتاعتنا. ودلوقتي يا حبايبي خلصتهم كده. طبعا كل واحدة في قلبها واحدة من التانية، يعني احنا كنا عاملين 6 كور، عملنا كل كورتين بنحط كورة في قلب واحد في قلب التانية يعني. كده خلاص بعد ما فردناهم على الصواني كده بنفردهم بايدينا كده، هم ارتاحوا. ولو انتوا شفتوا هتلاقوهم بيتفردوا معاك على طول كده، مش محتاجين حاجة يعني، مش محتاجين جهد ولا حاجة. خطواتها كلها سهلة، يعني طريقة الفرد بتاعة العجين بتاعة الفطير نفسه سهلة عليك، مش هتبقى صعبة ولا حاجة. انت هتعمليها زي ما قلنا قبل كده، ان العامل الاساسي في العجين بتاعنا هو بس العجين، ان انت تعجني العجينة كويس، بتخدميها كويس، بتطلع معاكي مظبوط. وزي ما احنا شايفين في الفرن كده اهو، بوريهولكوا في قلب الفرن. شايفين الفطير نفخ ازاي، وده بعد ما طلعته من الفرن زي ما انتم شايفين كده. احلى فطير ممكن تعمليه لولادك في يوم جمعة زي النهاردة كده، تفطروهم بيه وتلم ولادك حواليكي. حاجة كده والله ما خدتش وقت، يعني حاجة بسيطة وسهلة. و... وكتير مننا بيبقى نفسه في الفطير بس مكسل ان هو يعمله، من يعني من خطواته الكتير. بس احنا عملناه مع بعض بخطوات سهلة خالص وبسيطة، وما خدتش مننا مجهود. شايفين الرقات اللي في الفطير؟ كل توريقة من اللي احنا عملناها دي بتبقى راقة في الفطير. شايفين؟ فطير اسهل من كده مش هتعملي فطير بصراحة. واطعم فطير ممكن هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ومخدش مننا وقت ولا مجهود، وهيبقى معاكي العظمة دي كلها. يا ريت لو يعني الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، عشان زي ما قلنا اللايك بيرفع الفيديو. ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوف وشكم بألف خير، وجمعة مباركة على الجميع.